انت بتعمل ايه؟ وايه اللي انت عملته في الأوضة ده؟ ايوه بقى يا عم سيف، جاتلك هدايا كتيرة امبارح علشان عيد ميلادك. ايوه يا ادم، ده انا جاتلي لعب كتير قوي، وخالي جاب لي حته عجله انما ايه تحفه، قعدت العب بيها كتير قوي. بابا وعدني الجمعه الجايه هيوديني العب بيها. ايه ده بجد؟ انا كمان لسه جايب عجله، محوش فلوسها من مصروفي. طيب انا عندي فكره، ما تقول لباباك وتيجي تلعب معايا بالعجله بتاعتك. دي فكره حلوه قوي. يوسف ما تيجي معانا؟ انا مش هينفع، ممكن بابا يكون عنده شغل ومش هيعرف يوديني. انا وبابا نجيلك ونروح سوا. استأذن انت من باباك ومامتك وهم هيوافقوا. ماشي. بابا بابا يا بابا يا بابا، عايز ايه يا يوسف؟ عايز عجلة. عندك في الدرج. نعم، درج ايه؟ بقولك عايز عجلة من اللي فيها بدالة وبسوقها دي. عجلة، حاضر ان شاء الله. يا بابا بجد انا عايز عجلة. حاضر يا يوسف، ان شاء الله هجيبها. لا انا عايزها النهاردة، او ممكن خلال يومين كده، المهم قبل يوم الجمعة. اشمعنى قبل يوم الجمعة؟ علشان صحابي سيف وآدم هيروحوا النادي يلعبوا بالعجل بتاعهم، وقالوا لي اروح معاهم. ومين هيوصلك النادي؟ سيف قال لي ممكن بابا يفوت عليا ويوصلني، عشان احنا ساكنين جنب بعض وساعات بنروح التمرين سوا. المهم انا عايز عجلة يا بابا. طيب بص، انا موافق انك تروح مع بابا سيف النادي، لكن ما افتكرش ان احنا هنقدر نجيب العجلة دي قريب. بس صحابي معاهم وانا لا. معلش يا يوسف يا حبيبي، بس دي ظروفنا. ماليش دعوة، انا عايز عجلة زي صحابي. بابا قالك ان شاء الله. ما الكلمة دي يعني مش هتيجي. يوسف استنى، أنا عايزاك. نعم يا مس مريم. مالك كنت سرحان طول الحصة ومش بتجاوب؟ في حاجة مضايقاك؟ بصراحة في ايه؟ أنا ما عنديش لعب زي صحابي. ما عندكش لعب خالص يعني؟ لأ عندي، بس مش كتير زي صحابي. انت عديتهم؟ أعدهم؟ لأ طبعا، عمري ما فكرت أعدهم. طيب ايه رأيك تروح تعدهم وتكتب اسم كل لعبة؟ يمكن تكتشف ألعاب مركونة بقالها وقت ومش بتلعب بيها. بس أنا ما عنديش عجلة زي صحابي. فهماك يا يوسف، بس معقول لعبة واحدة بس مش عندك خليتك تحس إن ما عندكش لعب خالص؟ يعني إيه؟ يعني عادة إحنا بنبص على الحاجة اللي مش عندنا بس عند حد تاني، علشان كده طلبت منك تشوف اللعب اللي عندك قد إيه. ماشي، هجرب. ياه، كل دي لعب كانت عندي؟ ده أنا كنت نسيت نصهم. إيه ده؟ ياه، أنا كنت بحبه قوي، وياما لعبت بيه مع كريم. وعربية السباق كنت باخدها معايا في شنطة المدرسة، وكنت بحوش عربيات كتير عشان أعمل سباق. يوسف انت بتعمل ايه؟ وايه اللي انت عملته في الأوضة ده؟ يا ماما، أنا اكتشفت إن أنا عندي لعب كتير قوي ناسيها، وكمان لقيت السكوتر. شايفة سريعة ازاي؟ ايوه شايفة، وشايفة الكركبة كمان. ممكن تحاول تلم اللعب بقى يا أستاذ يوسف؟ حاضر. لفة كده بس في السريع وهاجي على طول. ميس مريم، يا ميس. نعم يا يوسف، في ايه؟ أنا عملت اللي حضرتك قلتيلي عليه، وعديت اللعب اللي عندي، وكتبت أساميهم كمان. بجد يا يوسف؟ طب احكيلي بقى، حسيت بإيه؟ بصراحة في الأول ما كنتش مقتنع خالص، بس قلت هسمع الكلام عشان ما بحبش أضايق حضرتك يعني. شكرا يا سيدي. وبعدين كنت فاكر إني هكتب اسم كام لعبة كده يعني، لكن لما فضيت أكياس وكراتين اللعب ما بقتش شايف السجادة من كتر اللعب اللي ملت الأرض. ياه، للدرجة دي؟ أيوة، ده أنا قعدت يجي 10 ساعة بعد اللعب وبكتب أساميهم. يعني طلع عندك لعب كتير أهو، مش زي ما أنت كنت فاكر.
ولقيت عندي السكوتر وقعدت ألعب بيه، بس نفسي في مكان واسع عشان أعرف أجري بيه براحتي، علشان ماما بتزعقلي لما بلعب بيه في البيت. طيب أنا عندي فكرة. إيه يا ميس؟ هتخليني ألعب بالسكوتر عندك في البيت ولا أجيبه المدرسة؟ لا بيت إيه ومدرسة إيه يا يوسف؟ لا أنا قصدي تلعب بيها في النادي. بجد يا ميس؟ هتوديني النادي؟ لا يا حبيبي، مش أنت بتقول إن سيف وآدم رايحين يلعبوا بالعجل في النادي؟ روح معاهم. قصدك إني ألعب بالسكوتر بتاعي معاهم زي ما هما بيلعبوا بالعجل؟ أيوة بالظبط كده. دي فكرة تحفة. السكوتر بتاعك ده سريع قوي يا يوسف. أيوة يا ابني، شفت أنا بجري بيه إزاي؟ يوسف أنا عندي فكرة، ممكن تركب العجلة بتاعتي وأنا أركب السكوتر بتاعي. أنا كنت لسه أقول كده يا سيف. خلاص احنا ممكن نبدل مع بعض، واللي هيركب السكوتر هركب العجلة بتاعته. حلوة الفكرة دي. اتفقنا.